لا ده نادي الزمالك ده مالكوش دعوه بيه. انا مش زملكاوي، انا اسماعيلاوي، بس عندي تيشيرتات الاهلي والزمالك لان انا بحب البس تيشيرتات الكوره يعني، وبحب اجمع تيشيرتات الكوره. صحيح ان انا بقالي فتره طويله مش بشتري تيشيرتات كوره بسبب ان انا محبط ويائس ومكتئب، وبسبب كمان ان انا مش معايا فلوس اصلا من اساسه. بس انا ان شاء الله تعالى قريب الفتره الجايه باذن الله تعالى هشتري تيشيرت الاسماعيلي وهشتري تيشيرت الزمالك بمناسبه فوز الزمالك بكاس السوبر الافريقي. الف مبروك لنادي الزمالك وهارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله الاسماعيلي يعود السنه دي. طبعا الاسماعيلي فيه مشاكل كتير جدا. شوقي غريب، الكابتن الكبير شوقي غريب، عنده مشاكل مع اداره النادي من قبل ما يمسك النادي اصلا من اساسه. وده قمه الاعجاز العلمي، ان انت يبقى عندك مشاكل، ان انت كمدير فني لسه ما مضيتش العقد اصلا من اساسه، ويبقى عندك مشاكل مع اداره النادي وانت لسه اصلا ما رحتش النادي عشان تشوفه ولا تعرف عنه اي حاجه اصلا من اساسه. والناس بقى على النت عماله تقول شوقي غريب هياخد 6 مليون جنيه في السنه، ما ياخد 6 مليون جنيه في السنه، حقه يا عم. هو اللاعب بيكسب كام؟ ما اللاعب برضه بيكسب ملايين، حقه يا سيدي. يا عم اهم حاجه كاسماعيلاوي ان الاسماعيلي ما يهبطش. فلو الكابتن الكبير شوقي غريب مش هيخلي الاسماعيلي ما يهبطش، فانا ما عنديش مشكله. يا عم امسك النادي ان شاء الله تاخد 100 مليون في السنه. طبعا الاسماعيلي اصلا عنده مشاكل ماديه كبيره جدا، مش عارف يدفع فلوس اللعيبه، وعنده ازمه قيد مش عارف اتحلت ولا لا. طبعا هم باعوا اللاعب عمرو الساعي الى النادي الاهلي المصري. انا ما بحبش النادي الاهلي المصري بصراحه، كنت بحبه زمان لما كنت فاكر ان هو نادي المبادئ والقيم والاخلاق، وطلع في الاخر نادي لاي كلام، وهنتكلم على الموضوع ده بعدين. باعوا كذا لاعب تاني لكذا نادي تاني، وبيحاولوا ان هم يحلوا الازمه بتاعتهم، بس هم متعاصين اصلا ومش عارفين يعملوا اي حاجه.